في واحدة من ملاحم نهائي دوري أبطال أفريقيا وحصول بيراميدز على النجمة ال19 بالنسبة لمصر والنجمة الأولى بالنسبة لبيراميدز نفسها. ماتش جامد أوي يا جماعة، ويكسب صن داونز بعبع أفريقيا كلها حرفيا بما فيهم النادي الأهلي، يكسبه على أرضه ويتعادل معاه على أرض صن داونز ويعمل ماتش كبير أوي أوي أوي. أنا عندي تحية كبيرة أوي لازم أتكلم عنها وأوجهها ليوريتيتش. المدرب ده يا جماعة دماغه حلوة جدا، غير كمان الباشن اللي عنده، إن الراجل ده عنده كده إن هو دايما تحس إن هو عايز يخلي اللعيبة اللي معاه بتطلع أكتر من 100% و200% من عنده. وكمان الراجل ده عرف يلاعب فرقة صن داونز بشكل سهل وبسيط. لو انت بصيت على الماتش، خلينا نتكلم كده على الماتش يعني برضه بشكل سريع. بيراميدز كانت بتلعب 4-2-3-1، اوقات بتتغير ل 4-3-3، واوقات تانية اتغيرت ل 5-4-1. تمام. اوقات تانية شال كمان اصلا الفيرود وبقى بيلعب 6-4-1. واحد ده بس هو اللي بيضغط وهو مش الفيرود. طيب لما كان البيراميدز ما معهاش الكوره في الشوط الاول كان بيعمل ايه لحد تقريبا نص الشوط الثاني بعد ما جابوا الجون الثاني على طول؟ كان بيراميدز بيعمل حاجه لذيذه جدا، ان هو دايما بيخلي هوف من الهافين سواء قطه او سواء رمضان، دايما اللي بيطلع يهاجم منهم الثاني بيقفل في قلب الملعب، فبيبقى 3 في قلب الملعب كنص ملعب، 3 واقفين في قلب الملعب. فدايما ما تلاقيش اللعبه الثانيه اللي بتتلعب من صن داونز اللي معروفه دايما ان انت بتاخد من مداب ولا الراجل التاني اللي معاه بتاع الارتكاز التاني، ان هو يضربوا الخط بتاع ان انت تلعب الكوره سريعه فتروح في قلب الملعب. دايما ما كانتش هتلاقيها، هتلاقي دايما صن داونز قليل قوي. لو يعني هو حصل ده بعد الشوط الثاني في نصه، بعد ما جابوا الجول الثاني ورجعوا ورا، بس قبل كده كنت هتلاقي دايما صن داونز مش قادر يطلع بالكوره بالمنظر ده، هتلاقي دايما بتطلع في نص الملعب، عشان كان دايما الهاف اللي هنا او الهاف اللي هنا بيسيب الراجل اللي معاه، بيسيبه يستلم ويعمل اللي هو عايزه ويرجع هو يقفل ورا، فبيقفل باصات التمرير اللي بتبقى موجوده في نص الملعب. فكان دايما مسيطر على لعبه او فكر صن داونز، مع كمان ان اصلا مدرب صن داونز انا ما بحبش طريقه لعبه، ان هو دايما بيلعب على ال1-0 ونلعب عادي وندافع وبتاع. صن داونز مش كده، صن داونز دي بتاعت 1 و2 و3 و4 وروح يا باشا. لما كانت مع مكوينة ولا كانت مش مكوينة، اسمه ايه مش فاكر المدرب اسمه ايه، والراجل اللي كان بيدرب الاهلي برضه. فلا، فانت بتتكلم على فرقه اصلا بتلعب كوره حلوه وكوره قويه وكوره سريعه ودايما بتلعب هجومي. انت بقيت بتخليها ما بتلعبش هجومي، بدات تظهر هجوميتها دي بعد 2-0 لما جابوا الجون الاول بتاعهم بتاع راينرز. وكمان الجون ده يا جماعه غلطه فاتحه جدا بتوع نص الملعب، الناس اللي ما رجعتش تغطي. برضو زي ما انا ما بحبش الشناوي وهقول ان انا ما بحبش الشناوي تمام، وما بحبوش ان هو هو حارس عنده موهبه بس مش حارس بطولات بالنسبه لي. بس مش معنى ان هو كسب ماتش امبارح وان هو كسب الفرقه البطوله ان هو حارس بطوله، بالعكس خالص. انا شايف ان هو برضو حارس بيقع مع الماتشات الكبيره، يمكن بس امبارح اللي ربنا نفخ في صورته، لكن غير كده ما كانش فيه. فبجد بس هو شابوه ان هو عمل كده. بس يا جماعه برضو عايز اقول حاجه تانية، في لعيب كده موجود اسمه الشيبي، الراجل ده يا جدعان عالمي، فرده يمين ما حصلتش. ما شفتش حد في الدوري المصري ولا بره الدوري المصري في الشرق الاوسط بتاعنا بيرفع الرفعه اللي هو بيرفعها بجد. راجل 10/10، وطبيعي بيراميدز ما تفرطش فيه. مع كمان ان انت كقوه سكواد انك انت تعدي ابراهيم عادل بره وتعدي صديق ابولا بره وتعدي عبد الرحمن مجدي بره، كل الناس دي بره وانت بتلعب برضه وبتكسب 2-0 في الاول، كبيره قوي. ففرقه كانت تستحق كده. لعبت 2 من جنوب افريقيا، فرقتين تقال جدا، فرقه منهم مخسره الاهلي هنا 2-1 اورلاندو، وان هو يكسبها على ارضه 3-2 ويتعادل معاها هناك، وكان هيقدر يكسبها هناك. وكمان صن داونز يتعادل معاها هناك ويكسبها هنا برضه. صن داونز متعادله هنا على الاهلي ومخرجوها متعادله معاها هناك، فتستحق البطوله. فرقه ده نجاح وتعب وكفاح حصل من اول الموسم والموسم اللي فات لما ما خدوش اي حاجه بعد المصاريف اللي صرفوها. بس في اداره قويه، اداره بتفكر، يوريتيتش موجود وهندعمه وهنجيب له كمان الصفقات اللي هو عايزها، هيبدا يروح وهنشوف النتيجه. وفعلا النتيجه هي ظهرت. الدوري لسه ما اتحسمش لحد دلوقتي بس بنسبه كبيره هيتحسم، بس هنقول ان هو لسه ما اتحسمش. وعندك افريقيا خدها ولسه عنده الكاس مع الزمالك، فبجد شابوه كمان على يوريتيتش اللي مخلي الفرقه واقفه على حيلها بدني، تلعب 3 ماتشات تقريبا في اقل من 10 ايام. بيلعبوا كوره في فكر دايما اطلع حتى قدام صن داونز بيقول له اطلع هاجم، اطلع ما تستنانيش تحت. فبجد شابوه، فرقه عملت اللي عليها وزياده، تستحق ابطال افريقيا، هتطلع كونتيننتال وهتطلع كاس العالم للانديه. هو ده بقى اللي انا بقوله للزمالك، ونرجع لفرقتنا يعني.
هو ده اللي انا بقوله دايما للزمالك، اعمل ده عشان تطلع تاخد لك هنا كذا مليون دولار، وتطلع هناك تاخد كذا مليون دولار، وتنزل هنا كذا مليون دولار، فتلاقي نفسك بتاخد مبالغ غير كمان الرعايه اللي بتجيلك، غير مش هتعيش دايما على الماضي. لازم يكون عندنا اداره واعيه وفاهمه للكلام ده كله، اداره تقدر تستثمر للزمالك وتقدر تجيب للزمالك لعيبه تفيد الزمالك، مش لعيبه تقلل من قيمه الزمالك. شابوه بيراميدز، شابوه اداره بيراميدز بجد. لعيبه بيراميدز قدمتوا ماتش خيالي، الروح اللي كان فيها لعيبه بيراميدز هي كمان اللي خدت الماتش. يلا سلام، اشوف الشكر على خير.